عمدت الميليشيات الحوثية وبشكل ممنهج إلى التهجير القسري لمجموعات كبيرة من المهاجرين الأفارقة من الرجال والنساء والأطفال عبر سوق الرقو شمال محافظة صعدة اليمنية، والزج بهؤلاء الأفارقة إلى مناطق العمليات العسكرية باتجاه محافظة الداير شرق منطقة جازان. حنا وصلنا قبل أسبوع، يمكن في جديد في قديم، لكن الحوثيين في اليمن ما يفرقون بين الحريم والرجال. الحريم ما تقدر تمشي زي الرجال، سووا شي كذا ضرب على الرجال وحريم عندهم هم حاملين وأطفال معهم، ضربة قالوا ادخلوا على السعودية يمشوا يضربون كل شيء. جاونا لين بقالة سعودي، لين الآخر جاوا قاعد يضربونا، عذبونا مرة، بس ما يفرقون بين الناس بين الأطفال وكذا. بس هنا الحمد لله والشكر مرتاحين بعد ما جان، شكرا على حرس السعودي، يعني سووا لنا كل شيء بالاحترام. مسكوني من الصعدة ونزلوني القحارة ودخلوني على عبر حدود السعودية بالقصبة بالرصاصات، ما نقدر نرجع نسأل. وأعطيتهم بطاقة ثلاجة، مثلا أنا معي بطاقة ثلاجة، وأعطيت رويتهم بطاقة ثلاجة. قالوا ليش جيت؟ قلت لهم جيت أنا من صنعاء لا صعبة، وما رضوا، لاجئ ولا ما لاجئ، كله مجهول، ولا فيه مقيم ولا في معها بطاقة. في معنا واحدة مقيمة موجودة جاءت من الصعدة، من صنعاء إلى صعدة عند أهلها زيارة، ونزلوها جابوها معنا. حجز أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي في سوق الرقو الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتهريب المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر والدفع بهم نحو الحدود السعودية بهدف استغلال الظروف الراهنة لتأليب المنظمات الدولية والحقوقية ضد السعودية. يعني قالوا اطلع من بلد حقنا، الرجال كله وين يمشي يضربوا برصاص، قالوا ادخلوا، طلوا من بلدنا. طليتنا يمكن ما حصل غير ملابس ولا بيت حقنا عقارات ما شاء الله، بدون حاجة كرجل داخلنا السعودي. الحمد لله سعودي كيش سلمن، دحين نبقى بلد حقنا نمشي. محاولة باءت بالفشل، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من القبض على هذه المجموعات والتعامل معهم وفق ما تقتضيه الحالة الإنسانية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والمساعدات الغذائية العاجلة. يثبت هذا التعامل الإنساني من قبل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية مع هؤلاء الأفارقة المبادئ الإنسانية الثابتة والأنظمة والقوانين المرعية التي تكفل حقوق الإنسان. عبد الله الفيفي، محافظة الداير، جازان.